المجلس لا يمثل، وفي مشكلة ميثاقية، وفي طوائف أساسية غائبة عن المجلس النيابي. إذن فليسقط المجلس ولنذهب إلى انتخابات مبكرة، ومجلس غير ميثاقي لا يستطيع أن يشكل حكومة ولا أن يشرع ولا 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 ولا، يعني عمليا إسقاط مجلس النواب، مش قانونيا أو دستوريا ولكن عمليا. هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل. طبعا المحاولة الأولى باءت بالفشل، خلينا نحكيهم وحدة وحدة. المحاولة الأولى باءت بالفشل لأنه فخامة رئيس العماد ميشيل عون ليس الشخص الذي تستطيعون أن تسقطوه بهذه الطريقة، بالاتهام وبالشتائم وبالكذب وبالتزوير وكذا. لا تاريخه هيك، ولا هذا اللي اللبنانيين كلنا بيعرفوه عن صموده، عن صلابته، عن شجاعته، عن ثباته، عن موقفه في الأيام الصعبة. ونحن شفنا هذا الموقف بحرب تموز بال2006 لما هدد بأنه ينقصف بيته بالرابية ليعدل الموقف، وما قبل يعدل الموقف. هلأ نتيجة بعض الشتائم وبعض الناس بينزلوا على الشارع وبيسبوا وبيعلقوا مشاني، شخص بتاريخ وشخصية العماد ميشيل عون بيستقيل من الرئاسة وبيترك البلد بيروح على بيته؟ هذا وهم على كل حال. مؤسسة المجلس النيابي أيضا فشلوا بهذا المشروع. في كتل نيابية موافقة على انتخابات نيابية مبكرة، بس مش موافقة على الاستقالة لحسابات سياسية وإلى علاقة بالعلاقات مع دولة الرئيس نبيه بري، وإلى علاقة بمجموعة مصالح معينة. بيقبلوا بانتخابات مبكرة ولكن ما وافقوا على أن يذهبوا إلى استقالات جماعية تؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي. طيب، ثالث إسقاط الحكومة. هلا الحكومة بيرجع لها بعد شوي. إذا الهدف كان إسقاط دولة. طيب، في واحد براسه عقل، في واحد مخلص لناسه، لشعبه، للمنكوبين، للمجروحين، للمفقودين، للبلد اللي ناطر مساعدات، للبلد اللي ناطر تضامن أهل المناطق كلها تجي تتضامن مع بعضها وتقوي بعضها وتساعد بعضها. بيروح بياخد البلد على انهيار مؤسسات الدولة مع تجاوز لكل الحدود واللياقات وسباب وشتام لكل الرموز عند كل الطوائف. هذا ما ياخد البلد على الحرب الأهلية. هناك من كان يريد في الأيام الماضية أن يطبق مشروعا مشابها لما كان يحضر له قبل سنوات عندما اختطف رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، النائب سعد الحريري في السعودية. كان عم يخطط لقتال ولحرب أهلية في لبنان. قبل أيام أنا أتهم قوى سياسية لبنانية لمصالح شخصية ومصالح حزبية ومصالح خارجية وخدمة لمشاريع خارجية عملت من أجل إسقاط الدولة في لبنان ووضع لبنان على حافة الحرب الأهلية اللبنانية. وأدعو اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الطوائف يتأملوا بهاي الفكرة، بهاي المعطيات، يسمعوا كل الكلمات، كل الخطابات، كل البيانات، كل المؤتمرات الصحفية، ويرجعوا يحللوا، شوفوا هذا الكلام اللي أنا عم أقوله له محل والله ما له محل. طيب، إجا موضوع الحكومة بالحقيقة اللي أسقطها ليس هؤلاء الذين كانوا يريدون أن تسقط الحكومة. اللي أسقطها مجموعة ظروف، مجموعة عوامل، مجموعة ضغوط، مجموعة صعوبات. لكن بحقيقة الأمر انفجار بحجم الانفجار الذي حصل في بيروت، أي حكومة كان صعب أن تصمد في مواجهة هذا الانفجار. على كل حال الحكومة ذهبت إلى الاستقالة واستقالت. في هذا السياق بدي أحكي عن الحكومة التي استقالت وعن الحكومة الآتية، لكن خل أختم هذا المقطع وأقول اللبنانيون اليوم لما بدنا نحكي عن حكومة جديدة وبدنا نكمل بحياتنا السياسية يجب أن ينتبهوا جيدا. لا تعطوا آذانكم لكل أولئك الموتورين الذين ينتظرون ساعات الانتقام، الذين لا يبحثون عن مصير وطن ومصير شعب، الذين يستغلون الآلام والجراح لتصفية حسابات سياسية، للتعبير عن أحقاد سياسية. يجب أن يكون واضحا أي حراك سياسي، أي صراع سياسي يجب أن يكون له